السلام عليكم. أخدنا المحاضرة اللي فاتت إيه هو معنى التحليل المالي. أخدنا 8 types of financial analysis وأخدنا ال users of financial analysis. النهاردة إن شاء الله هنكمل التحليل المالي. هناخد ال financial ratios أو النسب المالية. بيقول لك إن ال ratios analysis into two groups، يعني ال ratios بتكون عبارة عن مجموعتين، مجموعة اسمها ال performance ratio، مجموعة اسمها Financial Leverage Ratio. ال Performance Ratio دي بتندرج تحتيها ال Profitability وال Efficiency، يعني الربحية والكفاءة. ال Financial Leverage تندرج تحتيها ال Liquidity، السيولة وال Solvency، إن إزاي الشركة هتقدر تسدد الالتزامات اللي عليها. طبعا ال Performance معناه الأداء، يعني طول ما أنا هتكلم على الأداء يبقى أنا كده بقول ربحية، يعني كل سنة أنا أداء عامل إزاي، مكسب ولا خسارة. كفاءتي إن أنا أدير الأصول بتاعتي على أساس إن أنا أطلع أرباح. الكلام ده هنشوفه لما نيجي عند ال efficiency ratio. ال liquidity اللي هي السيولة. السيولة بتكون تحتها كذا ratios، ال quick ratio وال current ratio وال cash ratio. هنشوف كل واحدة دلوقتي تحتها إيه. أول حاجة ال profitability ratios أو نسب الربحية. بيقول لك إن ال profitability ratios بيندرج تحتها ال gross profit margin، الأوبريتنج بروفيت مارجن والنت بروفيت مارجن. طبعا التلاتة دول بيجوا من فين؟ من قائمة الدخل income statement. تمام. فهنا أنا عندي الجروس بروفيت مارجن بحسبها إزاي؟ في قائمة الدخل أنا بقول السيلز، النت سيلز، بطرح منها الكوست اوف سيل هتطلع لي الجروس بروفيت. المعادلة اللي أنا عملتها دي أقسمها على النت سيلز تديني الجروس بروفيت مارجن ريشيو. دي أول واحدة. تاني حاجة الأوبريتنج بروفيت مارجن. الأوبريتنج بروفيت مارجن بيكون عبارة عن إيه؟ عبارة عن نفس رقم واحد، بس هنزود إن إحنا هنطرح منها المصاريف التانية، المصاريف اللي تخص التشغيل. يعني هقول النت سيلز أطرح منه cost of sale وأطرح منه ال operating expenses، هيديني ال operating profit margin. النت profit margin ده اللي هو بطرح net sales والكوست اوف سيل والاوبريتنج اكسبنسز والتاكسز والانترست لحد ما يوصلني للنت بروفيت مارجن. طبعا الاولى بقسمها على النت سيلز، التانية المعادلة بقسمها على النت سيلز، واخر واحدة برضو بتنقسم على النت سيلز. الافشنسي ريشيوز، الكفاءة، نسب الكفاءة. نسب الكفاءة تحتيها التاكس ريشيو، التوتال اسيتس تيرن اوفر يعني معدل دوران الاصول بتاعتي، البي بي اي تيرن اوفر يعني معدل دوران الاصول الثابته، والوركينج كابيتال. التاكس ريشيو بتيجي ازاي؟ بتيجي عن طريق ان انا بجيب الاي بي تي، برضو عن طريق البي اند ال الانكم ستيتمنت. بجيب الاول النت سيلز وبطرح منها الكوست اوف سيل، بطرح منها الاوبريتنج اكسبنس هتديني الاي بي اي تي، هطرح منها الانترست هتديني الاي بي تي. الاي بي تي هاخد التاكس اكسبنسز هقسمها على الاي بي تي هتديني التاكس ريشيو. كل الكلام ده هنشوفه بالتفصيل في المحاضرات الجاية. التوتال اسيتس تيرن اوفر. التوتال اسيتس تيرن اوفر معناها ان انا ازاي هستعمل الاصول اللي عندي على اساس ان انا اطلع منها مبيعات. تيرن اوفر يعني معدل دوران للاصول بتاعتي، يعني الفايدة منها كفاءة الشركة في إدارة الأصول بتاعتها على أساس إن هي تطلع منها revenue. ال PPE turnover نفس ال total assets turnover، بس بدل ما بستعمل ال total assets بستعمل الأصول الثابتة على أساس إن أنا أطلع أرباح. بشوف كل جنيه أو كل دولار صرفته هيجيب لي مقابله كام مبيعات. الوركينج كابيتال. الوركينج كابيتال ريشيو بيجي عن طريق الكرنت اسيتس
باطرح منها ال current liability ال current asset CA minus ال current liability CL. فبيقول لك عشان كده ال current assets will be inventory and receivable and the current liability will be accounts payable. يعني عشان أطلع ال working capital بستعمل 3 حاجات: ال current assets وال current liability. ال current assets باخد منها ال inventory وال receivable، وال current liability باخد منها accounts payable. ال inventory وال accounts receivable وال accounts payable اللي أنا هستعملهم في المعادلة دي بيكون فيها نسبتين بطلعهم: نسبة التيرن اوفر ونسبة الدايز number of days. التيرن اوفر هنشوف حسبتها ازاي في المحاضرات الجاية، وبرضو الدايز ريشيو هنشوف حسبتها ازاي. احنا حاليا بناخد تعريفات واللي بيندرج تحت كل واحدة منهم. الليكويديتي ريشيو. الليكويديتي ريشيو نسبة السيولة. بيقول لك ان الليكويديتي ريشيو بيندرج تحتها الكرنت ريشيو. current يعني current assets ناقص current liability. الكويك ريشيو or asset ريشيو بيكون عبارة عن ايه؟ current assets مطروح منه ال prepaid expenses مطروح منه الانفنتوري. ليه بطرح الاتنين دول؟ لأن هو كويك ريشيو. يعني هل إن أنا هقدر أحول الحاجات دي الكاش بسرعة؟ لا طبعا. يبقى اللي أقدر أحوله الحاجات التانية اللي هي الكاش وما في حكمها والريسيفبل على current liability. الكاش ريشيو نسبة الكاش. بيقول لك كل الكاش والكاش equivalent زائد الاستثمارات الانفستمنت على current liability. يعني معناها باخد كل حاجة كاش بس الكاش والكاش equivalent وما يعادله بلس الانفستمنت على current liability. الكاش فلو ريشيو. الكاش فلو ريشيو بيقول لك operating cash flow باخد القسم اللي هو في الكاش فلو بس بتاع الاوبريتنج بقسمه على الكرنت liability. الوركينج كابيتال ريشيو بيساوي الكرنت assets minus الكرنت liability على التوتال assets. السولفنسي. سولفنسي يعني معناها الملاءة المالية، نسب الملاءة المالية. بيقول لك إن نسب الملاءة المالية دي بتندرج تحتيها الديبت وإيكويتي ريشيو والتوتال liability على التوتال إيكويتي ريشيو والتوتال assets على الإيكويتي ريشيو. كل الحاجات دي هناخدها بالتفصيل، بس النهاردة احنا حبينا نوضح ايه هي ال performance ratio وايه هي ال financial leverage ratio. ال performance قلنا ان هي كل ما بيكون تحته الأداء بتاع الشركة اللي هو profitability و efficiency كفاءة. الفاينانشال بيخص التمويل، يعني انت بتكون جايب الفلوس الليكويديتي عشان تسدد الكرنت liability، والسولفنسي عشان تسدد الديبت والحاجات التانية طويلة الأمد. profitability قلنا إن هي بجيبها من قائمة الدخل بحسبها، بجيب نسبة الجروس بروفيت مارجن ريشيو operating profit margin ratio والنت بروفيت مارجن ريشيو. كل ده هنشوفه في المحاضرات الجاية بالتفصيل. الافشنسي ريشيوز بتكون هي الكفاءة بتاعت الشركة، إن هي إزاي هتدير التاكس ريشيو بتاعها هتدفعه إزاي. التوتال اسيست تيرن اوفر إزاي تستعمل أصولها عشان تجيب ريفينيو إيرادات. البي بي إي تيرن اوفر إزاي هتستعمل الفيكسد اسيتس بتاعتها عشان تجيب إيرادات. والوركينج كابيتال اللي باخد منه current assets minus current liability. مش كل ال current assets باخد منها بس inventory وال accounts receivable. current liability باخد منها بس ال accounts payable. قلنا الانفنتوري والريسيفبل والاكونتس بيبل اللي هستعملهم هنا هم عبارة عن شقين: شق اسمه التيرن اوفر وشق اسمه الدايز ريشيو. كل ده هناخده بالتفصيل في المحاضرة الجاية. الليكويديتي ريشيو. الليكويديتي بشوف نسبة السيولة بتاعت الشركة في إن هي تسدد التزامات قصيرة الأجل. يعني في عندي current ratio current assets على current liability. quick ratio current assets بطرح منه كل حاجة مش هتكون سريعة إنها تتحول لكاش على current liability. cash ratio بس الحاجات الكاش والكاش equivalent plus investment على current liability. الكاش فلو باخد منه بس الاوبريتنج كاش فلو على الكرنت liability. الوركينج كابيتال ريشيو بقول الكرنت assets minus الكرنت liability على التوتال assets. آخر حاجة اللي هي الملاءة المالية بتكون